السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هاتي بقى لفة الجلاش وهعمل لك وصفة تجنن، وصفة حلوة جدا اقتصادية. وكمان هقولك ازاي الجلاش بتاعك يطلع مورق والتسوية المظبوطة ليه. كل التكات في الفيديو ده ان شاء الله. تابع الفيديو للاخر عشان تعرفي كل الخطوات. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. شايفة قد ايه مورق؟ ولا الحشوة خطيرة بجد، الحشوة حلوة قوي قوي قوي. اول حاجة هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندي لفة جلاش وعندي طماطم مقطعاه مكعبات وشايله اللحم بتاعها. عندي كوبايه الا ربع من اللبن. عندي زيتون مقطع. عندي كمان فلفل مقطعاه مكعبات. وعندي جبنه قريش، ايوه جبنه قريش. وعندي كمان اللانشون مقطعاه برضك مكعبات. وعندي كمان كوبايه الا ربع من السمنه. هجيب الصينيه بتاعتي. لو عندك صينيه اللي هي طويله طول دي، اللي هي المستطيله، تبقى تمام قوي. عندي اكبر صينيه من اللي هي مدوره اللي عندي دي، جبتها ادهنها كويس بالماده الدهنيه اللي هي السمنه اللي انا مسيحاها. هدهنها كويس جدا. وبعدين بعد ما ادهنها ابتدي اخد لفه الجلاش بتاعي ورقه ورقه كده، وابتدي ان انا احطها بالشكل ده. اهم حاجه وانت بتاخدي لفه الجلاش بتاعك يبقى غطيه كده بفوطه عشان ما ينشفش منك. يعني تاخدي اللفه، تفتحي الفوطه كده وتاخدي الورقه، ورقه الجلاش، وتقومي مغطياه تاني كده بالفوطه عشان ما ينشفش منك. ولو لقيتي الصينيه بتاعتك صغيره اتنيه بالشكل ده، مفيش اي مشكله. انت كده بتزودي الرقات بتاعتك، مفيش اي مشكله خالص. هبتدي ان انا اخد لفة الجلاش بتاعي اقسمهم لنصين. النص الاولاني هبتدي ان انا احطه من تحت، والنص التاني هحطه من فوق بعد الحشو. نزلت بالطماطم بتاعتي بالشكل دوت هوزعها. وبعدين نزلت بفلفل الالوان برضك اوزعها بالشكل ده. وكمان اللانشون هوزع كده. وبعدين بالزيتون. بجد وصفة خطيرة جدا. عندي بقى الجبنة القريش بيديها طعم خطير 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 يعني. هبتدي بقى اخد النص التاني من الجلاش وابتدي ان انا احطه برضو كده من فوق. تمام. وكل راق وراق ادهنه كده هوت بالفرشة بالسمنة بتاعتي. دي خطوة لازم نعملها. كل راق وراق يا جماعة بالسمنة كده والفرشة بتاعتي كده، وادهنها كويس جدا. هاخد السكينة بقى واقطعها كده هوت بالشكل ده. ومعايا بقى هنا وطي اللبن، معايا كوبايه الا ربع من اللبن. حطيت ملح وفلفل ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهو ده السر اللي هيخلي الجلاش بتاعك مورق ويبقى حلو جدا. هحطه بقى في الفرن على درجه حراره 200. هيخش على فرن سخن ماشي على درجه حراره 200. مش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقايق. اول ما تاخد معاكي لون من تحت شغال عليها الشواية، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الحاجات اللي فوق دي الفلفل الاسود يا جماعة، الحاجات اللي هي منقطة اسود ديت الفلفل الاسود بيديها طعم خطير. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الرقات والحشوة؟ الحشوة خطيرة جميلة، طعمها حلو جدا، عاملة بالظبط زي ما يكون بتاكلي بيتزا. ما شاء الله حلوة قوي قوي. وزي ما عملت الخطوة والتكات امشي على نفس الطريقة والخطوات دي، وان شاء الله تطلع حلوة من ايدك. ايه رأيك بقى في الوصفة الحلوة دي؟ تستاهل بقى لايك حلو كده ولايك جميل. يلا اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. وما تنسوش بقى اللايك الحلو اللي بيشجعني دايما والكلمة الحلوة اللي في التعليقات. يلا اشوفكم بإذن الله بفيديو جديد. مع السلامة.